الزاهية اختها الصغيرة اللي فرقت على وليداتها، اختها اللي هدمت لها عشا، اختها اللي هرست لها حياتها وفرقت على راجلها. الزاهية كانت عايشة مرتاحة مع راجلها وثلاثة الوليدات وعندها خت وحدة. اختها اللي باقا عايشة مع الوالدة ديالها في مدينة واحدة أخرى. الأب توفى من زمان، الأب توفى خلى لهم خير اللي ما كيتقادى، خلى لهم الخير اللي يعيشوا فيه هما وولادهم وولاد ولادهم. الزاهية كانت عايشة مرتاحة ومستقرة حتى النهار اللي اختها الصغيرة خدت البكالوريا. قالوا اشنو الزاهية كاينة، علاش فلانة اختها الصغيرة غادي تمشي تكري في مدينة واحدة أخرى والزاهية كاينة في مدينة كبيرة فين كاينة الجامعة، تمشي تسكن عند اختها حتى تاخذ الدبلوم ديالها وترجع. الأمر طبيعي. جات سكنات عند الزاهية، الحياة غادية مزيان. الأم كتجي مرة كتزورهم، كيجيو العطل كيمشيو ورجعوا عند الوالدة، والعائلة عايشة مستقرة وهانية. خدات العام الأول نجحات البنت وجا العام الثاني الدخول، بدات العام الثاني في الجامعة. مع البداية ديال العام الثاني الزاهية وقع لها مشكل في الكوزينة، طاحت تهرست من يدها، وعلى اثر هذاك الشيء داوات برات بدات كدير حصص الترويض في واحد السونتر في هذيك المدينه قريب للدار شويه. بدات كتمشي كدير حصص الترويض مره كل يومين، يعني نهار اياه ونهار لا. مع هذاك الحصص اللي كانت بدات قبل ما تبداهم كانت بدات سجلت في واحد المدرسه كتمشي كتقرا اللغه. قالت لك كنشغل وقتي جالسه ما كاين ما يدار، الوليدات كبيبرين شي شويه. ولفت انني كندير حصه الترويض، كنخرج كنمشي ندير حصه ديال السونتر ديال اللغه وكنجي للدار كل يومين. واحد النهار دوزت حصه الترويض ديالي كي كل مره وحسيت شويه بالعيا وراسي كيضرني، فعيطت ليهم قلت لهم ما غاديش نجي للحصه ديال اللغه اليوم، غادي نمشي بحالي. قالوا لها سيري. رجعت للدار وكانت صدمه حياتها وصدمه عمرها. الزاهية وصلت للدار حلات كتسمع الموسيقى وكتسمع الضحك والنشاط، قلبها تقبض. قالت شكون عندي هاد الضحك والنشاط في الدار؟ طلعت بشويه في الدروج، كنتصدم وكنلقى اختي مع راجلي في جو اللي ميمكنش نتصوروه. كانت صدمه عمري وصدمه حياتي توقفت لثواني، ما عرفتش شكون انا وشكون اللي قبالتي واش كندير وكيفاش خاصني نتصرف. حياتي توقفت في واحد اللحظه. الزاهيه على وقفتها طاحت، ما عقلتش على راسها حتى ناضت لقات راسها طايحه وكلها فازقه، ما عرفتش شنو وقع. اختها كتبكي، حليت عيني. قالت الزاهيه لقيت اختي كتبكي وكتشوف فيا وراجلي كيبوس ليا يدي ورجلي وتقول لي سترينا. ستري شنو شفتي؟ خاصني نستر اختي بنت امي وبا شقيقتي، نستر راجلي وبات ولادي على الخيانه اللي خانوني بجوج. خاصني نسكت ونغمض ونطوي الصفحه. في لحظه دارت بيا الدنيا، كتقول الزاهيه وما عرفتش كيف نتصرف. نخرج نعيط للبوليس، نجري عليهم بجوج، نطلق، نعيط لامي نقولها لها، نجمع الجيران ونجمع الناس. وليداتي في المدرسه، الوليد الكبير عنده 14 عام والبنيتات 10 سنين و8 سنين، كيفهموا وكيعرفوا شنو واقع. في لحظه خممت في مشوار حياتي كيفاش غادي يدور، خممت في حياتي انا وخممت فيهم هما، كيفاش هاد الوليدات غادي يتقبلوا هاد الفكره، كيفاش غادي تكون نفسيتهم. في لحظه ما عرفتش شحال استغرقت الوقت اللي خممت في كل شيء. لقيت راسي كنغوت وجريت عليهم خرجوا من الدار. وقفت وعيطت للوالده ديالي، كان خصني واحد يفتي عليا رايي، ما قدرتش ندير تصرف وندم عليه. الوالده ديالي قالت لي بقاي فين ما انت، ما تحركيش انا جايه. شدت التران وجات عندي، عاودت ليها، صبراتني وشداتني وعنقاتني وقالت لي بنتي يستاهلوا البوليس ويستاهلوا الحبس، ولكن غادي تشوهي براسك وبوليداتك، غتشوهي قدام العائله وقدام الجيران. ستري، تفرقي معاه، واختك عمرك ما عاد تشوفيها، وراجلك عمرك ما عاد تشوفيه، وربي وليداتك وعيشي حياتك. خممت وفكرت، لقيت رايي يمي على الطريق. تخيلت في لحظه انني غادي نعيط للبوليس غيجيو يديوهم بتهمه الخيانه. ولادي شنو غنشرح لهم؟
حياتي كيف غتولي. فكرت بزاف الحاجات في لحظات، ولقيت ري الوالده ديالي في هذيك اللحظه هو الصح، درتو. طلبت الطلاق. والاهم من هذا انني في هذاك الشهر بقى كيجيني نوع من الشلل، ما عرفتوش منين جا. ملي مشيت لعند الطبيب قالوا لي بانه ستريس وبانها كريز جاتك، لانني قلت لهم كان عندي مشكل وطاحت وهذا وهذا. النص ديال الجسم ديالي بقى كيتشل شويه بشويه. اليد اليمنى ديالي مبقيتش كنحركها في مره، ما كنتحكمش فيها من الكتف حتى للصبعان، وجاتني في اليمنى. بقيت كنتحرك فقط باليد اليسرى. الحركه ديالي قلات، ولكن الحمد لله كنقدر نعيش يومياتي عادي. فقط اليد ديالي اليمنى كامله اللي ناعسه، والنصف ديال الجسم ديالي شي شويه ثقيل، ولكن الاكثريه اليد. بديت حصص الترويض من جديد على يدي، وتبعت واحد الجلسات، وتبعت حياه واحده اخرى بدات من مور هذيك الصدمه اللي عشت مع اختي وبات ولادي. طلقت منه، عشت مع وليداتي في ديك الدار. ماما كتجي مره، وقنعت راسي بان الحياه كتبت عليا هذا الشيء، خاصني نقبله ونبدا حياه جديده لنفسي ولوليداتي. وصحتي كانت خانعاني اكثر، لانني يومياتي ما كنقدرش نطيب، لان اليمنى ديالي ما كنتحكمش فيها. حتى ملي كنمشي نتوضا باش نصلي صعيبه ليا، الا لبست اي حاجه ما كنقدرش حتى السلسله نطلعها او العقيده نعقدهم، كل شيء صعيب. يومياتي وحياتي تبدلات. كنرجع وتنقول الحمد لله، لان الجانب المادي نوعا ما مساعدني. فبدات عندي حياه جديده، بقيت كنتاقلم مع انه الصدمه اللي عندي باقي عندي لداخل، عمرها تبرى وعمري نلقى لها تفسير او لا جواب لهداك الشيء اللي وقع. واحد النهار مشيت لعند الوالده ديالي للدار، بالدخله ما كنتش عيط. شافتني جايه انا بالدخله، بانت لي اختي، عرفتني داخله، خرجت من الباب الاخر. اذا اختي باقي كتجي عند الوالده ديالي. ملي دخلت وتعصبت وتفقست قلت لها كيفاش اختي باقا عندك معها العلاقه، مع العلم شنو دارت وشنو فعلت. الجواب الوالده ديالي اللي قهرني وصدمني صدمه العمر للمره الثانيه. الوالده ديالي قالت لي ابنتي انتيا عشتي حياتك ودرتي وليداتك، اختك خليها تعيش حياتها ودير وليداتها. اختي تزوجات بالطليق ديالي. وكانت صدمة عمري من جديد. كانت هذه قصة الزاهية اللي فيها جزء من بعد كيف عاشت، كيفاش وليداتها كرهوها، كيفاش وليداتها بقاو كيحيدوهم لها شوية بشوية وكيعمروا لهم روسهم. غنحبس حد هنا في قصة الزاهية اللي أزمتني، واللي قصة الزاهية هذه أكثر من أسبوع وهي عندي، وترددت أنني نحطها. وعاودت البارح سولتها واش نحطها، قالت لي أعطي، ولكن ما تعطيش، كاين تفاصيل كثيرة اللي قالتهم لي، قالت لي ما تعاوديهمش باش ما يعرفونيش الأقرب المقربين. كانت هذه قصة الزاهية مع أختها شقيقتها بنت أمها وباها، ومع الراجل اللي شركت معاه 3 الوليدات. اشنو دارت الزاهيه من مور ما لقات اختها باقي كتمشي عند امها؟ تصدمت، تلفت، وكملت لي الوالده منين قالت لي يا بنتي انتي درتي حياتك ودرتي وليداتك، عاد تخلي اختك دير حياتها ووليداتها. واش هذه هي امي اللي كتهضر؟ امي ما كتفرقش بالحق. هذه هي امي اللي كنت نجي عندها ونتكي عليها ونبكي عليها وكانت كتصبرني وكتعطيني الحق. هذه هي امي اللي كانت كتدفي لي قلبي بكلامها. اليوم عطات الحق لاختي، اليوم قالت لي سمحي في كل شيء وخلي اختك تعيش. سديت داك الباب وخرجت وانا كنبكي، وحلفت وانا غاديه في الطريق وقلت هذا هو الوجه اللي عمركم تشوفوه. كانت اختي ومشات وزدت كملت بها امي، ما عندي حد. رجعت لديك المدينه اللي انا ساكنه فيها ورجعت لداري، وعرفت راسي من داك النهار انا وحيده، ما عندي حد، ما عندي لا ام لا اب لا اخت لا اخ. عندي وليداتي اللي بقاو لي في راس مالي. دازت الايام
وليداتي كيمشيو سيمانه عند باهم وسيمانه عندي. بشويه حصلتهم وحسيت بهم كيتبدلوا معايا، واسلوبهم وطريقتهم د الهضره معايا تبدلات. ولدي الكبير ولا كيهضر معايا شويه بعنف، ولكن انا دائما كنقول راها ماشي سهله على الولاد. باهم وامهم مفروقين، عرفوا ان خالتهم هي اللي ولات بلاصه امهم. الولد عندي في سن المراهقه، فكنت دائما كنقول صبري عليهم. وعد النهار كتوصلني ورقه من المحكمه فيها دعوه. قلت شكون داعيني؟ انا ما عندي خصام، ما عندي حتى حاجه مع شي حد. كنلقى بان طليقي ومرته اللي هي كانت اختي داعيني بانني انا انسانه حمقى وغير متزنه وما قاداش نتكلف بولادي، بالاضافه للاعاقه اللي عندي. دازت الجلسه الاولى وسمعت الاتهامات وتصدمت، وبدات عندي تاني الحزن والبكا من جديد. كيتهموني بانني غير مؤهله نكون ام، عايشه في القلق وارتئاب وما نقدرش نقوم بالولاد. زيد عليها على الاعاقه اللي عندي غير يد وحده، لانني باقا كنتابع الحصص على يدي اليمنى اللي ما كنحسش بها، والنص ديال الجسم ديالي اللي ما كنتحكمش فيه 100%. ولكن انا كنقوم بواجباتي كأم. وليداتي كنطيب لهم، والجانب المادي مساعدني لانني كنجيب الناس اللي كيعاونوني، ما عندهمش منين يشدوني. واللي مرضني نفسيا وليداتي شهدوا فيا. ولدي الكبير عمروه وانا حسيت به تبدل معايا، مبقاش كيبغي يهضر معايا كيف كان. ولدي في المحكمه قال بانه ما عايش مرتاح معايا، وكيرتاح عند امه كانت اختي ومع باه. وليداتي ولاو كيجلسوا عند باهم اسبوع كامل، وكيزيدوا الاسبوع الثاني اللي كانوا يجلسوا كيجيو عندي ويكاند. وملي كيجيو ديك الويكاند ما كيبغيوش يجلسوا معايا. عييت ما نحزر، عييت ما نرطب، عييت ما نخلق الجو، مرضت نفسيا من جديد. ونهار بعد نهار كنحس راسي وحيده اكثر. حتى وليداتي ما بقاتش عندي عليهم لا سلطه ولا حتى داك الحب وداك الحنان اللي كنت نحس به. كيجيو كيديروا غير الواجب، تسلم كيسلموا عليا ناقص. ما عرفتش كيف ندير. اليوم كنلقى راسي وحيده، لا اب لا ام لا وليدات اللي كانت معمره بهم قلبي. الزاهيه اليوم كتعيش وحيده مع الناس اللي كيجيو يعاونوها وكتخلصهم ما بين حصص الترويض. دخلت مشات كتشوف طبيب نفسي، ما بقيتش قاده نركز. وليداتي ملي كيجيو كان مرض، وليداتي بعاد. واش سن المراهقه بوحدو ولا تاثير باهم عليهم؟ وكانت هذه هي قصه الزاهيه اليومنا هذا باقا عايشه هاد الوضع مسكينه. دعيو مع الزاهيه ربي يشوف من حالها، وربي يخفف عليها، وربي يعوضها خير، لانها كتمر بواحد الازمه نفسيه صعيبه. الله يكون في عوان الزاهيه.